حساب الكارب. ازيكم يا ابطال، عاملين ايه؟ اكتر سؤال جالي الفترة اللي فاتت هي طريقة حساب الكارب. بس قبل ما نتعلم حساب الكارب لازم الاول نعرف يعني ايه كارب. الكارب هو اختصار لكلمة كربوهيدرات، وده ببساطة الاكل اللي بيرفع السكر في الدم زي العيش والرز والمكرونة والبطاطس والحلويات. طيب علشان نقدر نحسب الكارب لازم يكون في حاجة مهمة جدا اسمها معامل الكارب. يعني ببساطة وحدة الانسولين الواحدة بتحرق كام جرام كربوهيدرات. بس مهم جدا نعرف ان معامل الكارب مش ثابت لكل الناس، بيختلف من شخص للتاني، وكمان ممكن يختلف على مدار اليوم. يعني ممكن يكون معامل الفطار غير الغدا غير العشاء، وعلشان كده الطبيب بس هو الوحيد اللي يقدر يحدد معامل الكارب المناسب لكل بطل سكري. ودلوقتي هنتعلم مع بعض ازاي نحسب الكارب خطوة خطوة. اول حاجة يكون عندنا ميزان زي ده، هنستخدم فيه اول زرار واخر زرار، زرار اون وزرار تير. اول خطوة لازم الميزان يكون محطوط على سطح مستوي. هنحط الطبق على الميزان ونصفر الميزان. هنختار الوجبة بتاعتنا، هنحط في الطبق مثلا الرز وهنوزن. طلع مثلا الوزن 100 جرام، هنكتبهم في ورقة على جنب. نوع الرز ووزنه، مثلا هناكل خضار زي فاصوليا او بسلة، هنصفر الميزان الاول وبعدها هنحط الخضار جنب الرز وهنوزنه، وهنكتب نوع الخضار ووزنه في الورقة. طبعا لو عندنا بروتين او سلطة مش بيتحسبوا. لو هناكل فاكهة مثلا تفاح هنحطها على الميزان وهنكتب ميزانها في الورقة. كده خلاص هنشيل الميزان وهنحمل تطبيق حتة سكر. اول ما نفتح التطبيق هنختار ابدأ، وبعدها هنختار احسب وجبتك. هنيجي عند الخانة اللي مكتوب فيها ابحث عن الأكلة التي تريدها، هنكتب مثلا رز، هيظهر لنا كل أنواع الرز، مثلا رز أبيض بالشعرية هنختاره من القائمة، وهنكتب الميزان اللي طلع لنا لما وزننا. في المربع اللي مكتوب فيه ادخل الوزن بالجرام، وهنكتب الوزن اللي طلع لنا وليكن 100 جرام، وهنختار أضف إلى وجبتك. وبعدها هنبحث عن الخضار اللي احنا وزناه، مثلا بسلة، هيظهر لنا بسلة مطبوخة بالجزر نختارها، وهنيجي في خانة الوزن ونكتب مثلا 100 جرام وهنختار اضف الى وجبتك. هنرجع تاني للخانة بتاعة البحث وهنكتب تفاح وهنكتب الوزن بالجرام مثلا 90 جرام ونختار اضف لوجبتك. كده الوجبة بتاعتنا كاملة. هنطلع فوق هنلاقي ان الوجبة كاملة فيها 55.60 جرام كربوهيدرات. هناخد الرقم ده وهنقسمه على المعامل بتاعنا اللي الدكتور محدده. انا مثلا المعامل بتاعي 12، هقسم الرقم ده 55.60 على ال 12 اللي هو معامل الكرب بتاعي انا. طلع الرقم 4 وحدات بوينت 6 من 10. وانا هنا هقرب الرقم بالنسبه لي، يعني هاخد 5 وحدات انسولين. وهنعمل نفس الطريقه على كل انواع الاكل. كمان تطبيق حته سكر في كل انواع الاكل، مثلا الفاكهه والخضار والحلويات، وكمان في حلويات السوبر ماركت والعصاير. نقدر نبحث عن كل نوع ونعرف النوع فيه كام جرام كربوهيدرات. وهنزل لكم طريقه مصوره في التعليقات، واي سؤال او استفسار انا معاكم وهشرح لكم تاني بطريقة مبسطة. وبس كده، ما تنسوش تصلوا على النبي.